رومان سايس ومروان سايس إضافة إلى داكوستا. نعم في محور الدفاع بقية الأسماء كما عايتموها حاضرة في مباراة اليوم، وهي نفسها التي كانت متواجدة في المباراة الأولى أمام البرتغال. سريعا نتعرف على اختيارات المدرب إيرفي رونار، بداية بمنير المحمدي في حراسة المرمى، نبيل ديرار رقم 17، مروان داكوستا 4، غانم سايس 6، حكيمي أشرف رقم 2، مبارك بوصوف 14، كريم الأحمدي 8، يونس بلهند 10، نور الدين مرابط 16، حكيم زياد 7، ثم خالد بوطيب رقم 13. بالمقابل اسبانيا لاروخا، والاختيارات الاعتياديه والمتوقعه من المدرب فرناندو ييرو، واليوم سيلعب بتياغو في وسط الميدان، هذا هو الجديد بالنسبه لييرو. بقيه الاسماء بدايه بدخيا في حراسه المرمى، كارباخال في الجهه اليسرى، المتابعه ممتازه هنا التصدي واول اختبار لحارس المرمى منير المحمدي. نعم الحارس الذي ينشط في الدوري الاسباني هو يعرف جيدا هذه. هنا كارباخال ينطلق في الجهه اليمنى، لازم من التغطيه، بعد ذلك تخرج هنا مباشره الى اول الركنيه. يقول الحكم بالمناسبه راشفان ايرماتوف، على فكره ثاني مباراه لهذا الحكم الاوزبكي في المونديال بعد انطلاقه من حكيم زياش، والصافره الاوزبكيه تشير الى وجود ركله حره. على فكره ايرماتوف الحكم اللي طبعا اول كاس عالميه كانت في 2010 بجنوب افريقيا. الصافره من جديد وركله حره في هذه الاثناء. اعصابك يا مرابط، اعصابك في هذه اللحظات، اعصابك يا نور الدين يا مرابط، هدوءك في هذه الاثناء. صراع بينه وبين راموس. نعم منعت بعض الجماهير المغربيه من التنقل لكالينغراد. مباراه متوتره مع البدايه، وايرماتوف يجب ان يضبط الامور. نعم اصابه في هذه اللحظات لخالد بوطيب. سلامات يا خالد يا بوطيب. هذه العاده مجددا الصراع بينه وبين بيكي في التدخل من مدافع نادي برشلونه في حق خالد بوطيب. طبعا نتمنى ان يسجل المنتخب المغربي في اخر حضور له، يعني غير مع تياغو كوستا. تصل لكارباخال، حذاري من هذه الكره العرضيه والتغطيه، بعد ذلك نور الدين مرابط الاستلام والانطلاق بسرعه، لازم المساند هنا ملعوبه، لكن الاقرب للكره هنا اشرف حكيمي يتركها الى ركله مرمى لمنير المحمدي. على فكره مجموعه من الاسماء على اسبانيا اللي اخويا سير اخويا سير، هي جول هي جول هي جول هي جول. خالد يا بوطيب، الطيب الذكر يفعلها، يمنح الافضليه للنخبه المغربيه. نعم انتظرنا طويلا هذه اللحظه، انتظرنا طويلا هذه اللحظه يا خالد يا بوطيب. نعم يفعل في انفراد امام حارس المرمى. دخية خطأ فادح، وبوطيب لم يرحمهم، بوطيب لم يرحمهم. نعم هرمنا من اجل هذه اللحظه التاريخيه، هرمنا من اجل هذه اللحظه التاريخيه. نشوف كره في الشبكه الاسبانيه، بوطيب بلمسه الكبار، حطيله في الوسط. شوف نظره بوطيب. نعم قلت يا بوطيب حذر من التسديد. انيستا يسدد. نعم انيستا يريد ان يترك بصمه اخرى في المونديال بعد المونديال الحلم والمونديال ميمارش خطيره التعادل لاسبانيا. التعادل لم يتاخر كثيرا، مشاهدينا الكرام. اسكو يفعلها بعد هفوه دفاعيه. التعادل للاروخا. رد بالك من الجهه اليسرى، كانت هناك هفوه امام حارس المرمى منير المحمدي. هذه الاعاده مجددا، تبادل كروي كيف ما كان الحال يبقى جميل جدا. هنا سوء التغطيه، شوف الاعاده كوستا بلمسه واحده يفتح المجال لانيستا يعمل المراوغه. تباطؤ من جانب المنتخب المغربي، افتكاك الكره وفي صافره اوزباكيه وركله حره وانذار. اول كريم الاحمدي، هنا التدخل من الخلف، وبالتالي ورقه صفراء لكريم الاحمدي لاعب وسط ميدان نادي فاينورد. اذا تاكيد بتلقي للورقه الصفراء. اذا كريم الاحمدي ربما هو هذا المونديال عند بيان. انطلق يا بوطيب، الثاني هو جول. دخيا ينقذ المنتخب
الإسباني من هدف ثاني. هناك أخطاء، هناك شوارع في دفاع تم انيستا أمام الطواحين الهولندية في خطأ وفي إنذار. نعم يا نور الدين يا مرابط، وبالتالي ركلة حرة لفائدة المنتخب على الإسباني. هذه الإعادة مجددا على كرة الماضية. طبعا سيرخيو راموس ربما كان هناك لعب إيسكو وحتى دييغو كوستا. ماذا هناك يا نبيل يا درار؟ هذه الملاحظة الأساسية. أكثر انفعال عناصر المنتخب المغربي. المطلوب الهدوء، المطلوب تفادي. 75% هي نسبة الاستحواذ مقابل 25 للمنتخب المغربي، وهذا الأمر بيني وبينكم كنت أتوقع بالنظر إلى قوة المنتخب الإسباني في وسط الميدان. كل كلمة للإسبان راسية لكن بعيدة تماما. نعم هذا ما يبحث عنه بوسكيتس وبيكي وسيرخيو راموس يا فرناندو يا ييرو. اكيد لما تشوف فرناندو ييرو ملامح الوجه وتقاسيم الوجه نفسه اللي كان حاضر. كاليسكو مرفوع على القائمه الثاني. المراقبه كانت موجوده بالفعل والتعطيه كانت حاضره من اشرف حكيمي. لاحظوا يمرر فرصه تسديده مرة تالية أول تسديدة للمنتخب المغربي بعد الهدف. زياش أول تسديدة لك منذ بداية المباراة هذا العامل. نعم لم نستفيد منه في المباريات الماضية، لم نستفيد منه على مستوى التركيز، لأنه لو تشوف هذا الشوط حذري من انيستا، حذري من انيستا في كل مرة يستلم فيها انيستا الكرة إلا وتكون الخطورة لا في الهدف ولا في الفرص التي جاءت اتباعا. انيستا خطير يا جماعة، انيستا ماكر يا جماعة. شوط أول حضرت فيه الشجاعة أكثر من هذا، والصافرة الأوزبكية تعلن نهاية الجولة الأولى بالتعادل. المغرب كان متقدم 1-0 خايب وطيب قبل أن يتمكن إيسكو من تعديل النتيجة. تصور بأن هناك أهداف أخرى في الجولة الثانية. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم إن شاء الله مع بداية الجولة. شكرا للزميل خالد ياسين، تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذه المواكبة المتواصلة مباشرة من مدينة كالينغراد اسبانيا. المغرب شوط أول ينتهي متعادل ب1-1، أفضلية مغربية عن طريق خالد بوطيب بعد عفوة دفاعية من جانب المنتخب الإسباني، ولكن مع الأسف التعادل لم يتأخر كثيرا عن طريق متوسط ميدان ريال مدريد. إسكو بعد عمل كبير جدا من طرف اللاعب انيستا على الجهة اليسرى. لكن وين يا مرابط، وين يا مرابط؟ كان عندك المجال يتقدم. هناك لمسة يد، هناك لمسة يد يا الأوزباكي. يعني في بعض الأحيان حرام علينا وحلال عليهم. تردد كثيرا في الصوت بينما كرة وديخية توقيت الخروج ممتاز. تحرك جميل يا مبارك وتقدير أجمل من الحارس ديخية في هذه اللقطة. تايمينج الخروج كان نعم موفقا من ديخية حارس مرمى مغربية هجوميا حاضر. نور الدين مرابط التسديدة يا للحد العاثر يا نور الدين يا مرابط. القائم يقف امامك في كرة ولا احلى، في كرة مغربية كادت ان تهتز الشباك الاسبانية بهدف ولا احلى، هدف عالمي يا مرابط حرمنا منه في هذه اللحظات. اي حد هذا يقف، هذه عرضية الله يا سيس سيس حتى في الركنية كانت في طريقها للمرمى. سيس إلى الركنية في هذه الأثناء. مرفوعة يا ديرار ما تخليش يضرب، ما تخليش يضرب الكرة يا ديرار. ارتقاء من جانب اللاعب بيكي، ارتقاء يتفوق على ديرار في هذه الكرة الراسية. حذاري من وانتو خطيرة، قدم الكرة أكثر من اللزوم اللاعب دافيد سيلفا العائد من المعاناة. دافيد سيلفا عاد الأمل، عادت المجموعة، عادت الروح وعادت الانتصارات وعدنا إلى العالمية. نعم قدمنا مستويات كبيرة ولكن نريدك يا إيرفي، نريدك يا رونار، نريد هذه المجموعة. ولما تقول للمسؤولين المغاربة أنا سألعب مباراة البرتغال ما يهمنيش، نعم قالها بالحرف، لا يهمني سلامتي، المهم
نعم اهتموا بعائلتي إذا حصل لي شيء لا قدر الله، ونعم الوفاء ونعم الإخلاص. وهذا حصل في 94 أمام بلجيكا، وحصل في 98 أمام منتخب النرويج. لو تتذكرون تلك المباراة والله في بعض الأحيان تشوف تفاصيل صغيرة كانت تفصلنا عن التأهل. النرويج هذه مباراة تصل هذه العرضية، اعتقادي فيها لمسة يد، هذه أتمنى نشاهد الإعادة من زاوية أخرى. الحكم اعتقادي خدم المنتخبات الكبيرة. جول 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 جول، هدف انسيري، هدف ولا في الأحلام، هدف ولا في الخيال، هدف في مرمى الإسبان. أخيرا جبناها، أخيرا حطينا في الشبكة الإسبانية. انتظرنا طويلا يا نصيري، هرمنا يا نصيري، هرمنا لنتابع انتصار مغربي في هذا المحفل العالمي. استيريا تام المدرجات، هدف الحلم، هدف ولا في الخيال، هدف امام الكبار وانت من الكبار. وشوف اللقطة، ارتقاء ولا احلى، ارتقاء ولا احلى. بالراس حطيلو، بالراس جابالو، بالراس هز الشبكة الاسبانية. وتابع بعينيك يا دخيا، راقب بعينيك، جيبها من دخيا. حذاري من هذه اللقطة، حذاري من هذه الكرة، حذاري من هذه الراسية. المتابعة من رودريغو، آخر بدلاء فرناندو يارو. كمية لحظات جميلة، وأنا أتابع كل المدرجات بالأعلام الوطنية، يتفاعلون يتغنون. ولكن حتى الجاليات العربية، الجزائر وتونس ومصر في امام يدي الكره. اخرج يا منير، يقطع من سايس. رائع 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 رائع، اسد يا سايس مثل هذه الكرات. الحمد لله فيها صافره، الحمد لله فيها صافره وفيها رايه، الحمد لله فيها صافره ورايه. وركله حره لفائده المنتخب المغربي. حتى الان السوادري، الحكم إيرماتوف سيلجأ الى الفيديو. نعم يقر الهدف، يقر الهدف في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. هدف التعادل مع الاسف في الوقت البدل الضايع. قلت مشاهدينا الكرام هنا الحكم اقر الهدف، ولكن اعود واقول يعني الفار يتم اللجوء اليه وتطبيقه مع المنتخبات الكبيره، لكن مع المنتخب المغربي مع الاسف لم يتم الاستفاده من الفار في احكام كره القدم ان نخرج بهذا الشكل. وفي نهايه المطاف الحكم إيرماتوف يعلن عن